في آخر 15 سنة نزل فيلم من بطولة أحمد مكي باسم لا تراجع ولا استسلام، وبقى واحد من أهم وأفضل الأفلام الكوميدية في مصر، وأصلا غير شكل الكوميديا في مصر. فالنهارده هنتكلم عن فيلم لا تراجع ولا استسلام، وهنعرف ازاي الفيلم ده غير شكل الكوميديا في مصر، وهنعرف ايه اللي خلاه يغير شكل الكوميديا، وازاي نجح النجاح الكبير قوي ده. بيبدأ الفيلم إننا بنشوف أدهم وبيبان إن هو خطر جدا، وبعدها بنشوف عزام كبير واللي مشغله وبيتفقوا على عملية ب1,000,000 دولار، وبيروح أدهم عشان يخلصها، ولكن اللي بيسلموا الفلوس بيغدر بيه وبيثبته هو ورجالته. بس أدهم بيعرف يخلع منهم وبيضربه، ولكن بياخد طلقة وبيموت وهو في الطريق. وفي جانب تاني بنشوف الضابط سراج بيقول للواء إن أدهم مات، وده بيوضح إن الحكومة كانت مراقباه هو وعزام. وبيتفق سراج مع اللواء إنه يجمع كل المعلومات عن عزام وأبو الفضل ويخفي خبر موت أدهم. وبعد كده بنشوف جيرمين وهي داخله سلو موشن وشعرها بيطير وموسيقى، وهنا كانوا بيتريقوا على الافلام ومشاهد الاغراء الاجنبيه. المهم انها بتبقى جايه عشان تخلي صاحبه مراد يشتري الفيلا بسعر كويس. وبعد كده بنشوف المقدم سراج مجمع الضباط وبيقول لهم ان هو هيستغل موت ادهم في انه يجيب واحد شبهه بالظبط ويحطه جوه كيان عزام ابو الفضل، وبيقول لهم اسم مهمه لا تراجع ولا استسلام. وفي جانب تاني بنشوف حزلقوم بيغسل ملابسه الداخليه، ده تقريبا احسن حاجه ممكن تتقال. والمفروض ان هو بيبقى رايح اليونان بطريقه الهجره الغير شرعيه، ولكن الراجل بينصب عليه وبيرميه في بلطيم. وبعد كده بنشوف المقدم سراج قاعد مع جيرمي وبيقول لها شغل عزام الحقيقي، وبتقرر انها تقف مع الحكومه. المهم بقى ان بسبب ان حزلقوم اتنصب عليه فاكيد هو مش هيعديها كده، فبيقرر انه يطلع مع معتز الدمرداش. ولو ركزت كده شويه هتلاقي ان حزلقوم فيه شبه شويه من ادهم، فركز لي بقى عشان هنحتاج الكلام ده قدام. المهم ان بعدها المقدم سراج بيوري لدكتور التجميل صور ناس شبه ادهم بالظبط، ولكن ولا واحد بيختاروا دكتور التجميل. بس وهو بيبقى رايح يعمل حمام بيشوف لقاء حزلقوم مع معتز الدمرداش وبيعجبه جدا وبيشوفه شبه ادهم، وبيختاروا عشان يحولوا لادهم وبيروحوا الحكومه عشان ياخدوا حزلقوم. وبعد كده بنشوف حزلقوم والمقدم سراج قاعدين مع بعض عشان يقولوا هم محتاجينه في ايه، وبيقولوا انهم محتاجينه عشان يقبضوا على اكبر تاجر مخدرات في مصر، وبيقولوا ان اسم تاجر المخدرات ده عزام ابو الفضل، وبيقولوا دراعه اليمين اسمه ادهم، فبيقول له حزلقوم ودراعه الشمال اسمه اشرف. قسما بالله انا مت ضحك هنا، مش عارف ليه بس حاسسها طالعه عفويه قوي بجد. المهم ان بعدها بيقولوا ان ادهم اتقتل وانهم جايبينه عشان يخلوه شبه ادهم بالظبط ويتحط جوه كيان عزام ابو الفضل. وبعد كده بيعرفوا على جيرمين. وانا بس عشان افهمك الشخصيه بتاعت حزلقوم هوريك المشهد ده، يعني بس هما بيقولوا كلام مهم وهو في عالم تاني خالص، فاظن كده انت فهمت الشخصيه. وبيبدا تدريب عشان يبقى شبه ادهم، وبعدها خلاص بيتحول حزلقوم لادهم وبيبقى نسخه طبق الاصل حرفيا منه، وبيروح حزلقوم بيت ادهم. بعدها بنشوف مشهد ايقوني حرفيا لما سواق تاكسي بيقول للظابط سراج محتاجين حاجه يا رجاله، فبيقول له حكومه، فبيروح سواق التاكسي جاي قسما بالله مشهد جامد قوي. وبعد كده على طول بنشوف راجل جاي لحزلقوم وبيقول له اين اشياء، ودي هتتكرر كتير لان دي بتبقى كوميديا اللازمه، اللي هو لازمه بتتكرر وبتتحط في اماكن مش اماكنها عشان تضحك. وبيمسكوا يدغدغوا حرفيا لحد ما بيقع من فوق السطح وبيقوم تاني، بس سراج بيضربه بالنار وبيهرب. وبعدها حزلقوم بيرفض يكمل المهمه. وبعد كده لما حزلقوم بيروح البيت امه بتقول له ان سراج دفع فلوس الشقه وبتقول له انها فخوره بيه جدا. فبعدها بنشوف سراج مهمه رايح لحزلقوم البيت وبياخده معاه وبيحاول يقنعه يرجع للمهمه، وبيوافق حزلقوم يكمل المهمه وبيكلم عزام في التليفون. وبعدها بيقول له عزام صوتك عامل كده ليه، فبيقول له انا بخلص الصفقه امن الطلبيه طلعوا عليها من الحزمه. مشهد المكالمة ده يا جدعان فيه إفيهات بالهبل بجد. عموما الفيلم كله فيه إفيهات بالهبل وجامدة جدا، زي الحتة برضو اللي بعدها على طول لما سراج كان بيملك كلام فراح حزلقوم قال له ما تاخد تكلمه أنت، وبيروح حزلقوم يقابل عزام. والمهم بقى إن عزام بيقول له هقابلك بالليل عشان احتفل برجوعك، ولكن جيرمين بتقول له حاول ما تروحش لأنك ضايع وأنت فايق أصلا. وبيقعد يقول لها إن هو من عابدين ومفيش حاجة هتأثر فيه وكده، ولكن بعدها على طول بنشوفه وهو سكران وقاعد مع عزام ومش فايق بمعنى الكلمة. وبعدها على طول بيروح واقع على وشه وبيقوم وبيشوف غسان مطر وبيقول له ان هو طيب جدا بجد يا جدعان الفيلم فاجر. وبعدها بيقابل حزلقوم سراج مهمه، وبعد غباء كتير سراج بيفهم ان هو هينقل 25 كيلو هيروين وهيمشي من البلد. وبعدها بنشوف حزلقوم بيغير على جيرمين عشان لابسه قصير وبيبان انهم حبوا بعض، وبيروح حزلقوم عشان يقابل سراج في الاهرامات وبيقعد يقول له معلومات ملهاش 30 لازمه حرفيا، بس بيقول له ان عزام عنده كاميرا على شكل قلم وبيصور بيها كل الصفقات الشمال بتاعته، وحرفيا الكلام ده قاله بالغلط، يعني اهم حاجه قالها بالغلط. وبعدها بتبدا حفله الهالوين وبيروح حزلقوم عشان يسرق الداتا من على الكمبيوتر، وبيخلص وبيروح واقع من فوق السور وبيضيع الفلاش، بس جيرمين بتلحقه وبتقول لهم ان هو اللي اداها الفلاش. وبعدها بينزلوا اول مره مع بعض وبيقعدوا على النيل. وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ ايوه بالظبط الراجل بتاع عين اشياء بيجي، لان زي ما قلت لك دي اللازمه، بس خلاص حزلقوم بيولع فيه وبيخلص منه. وبعدها عزام بيقول لادم ان في حد دخل المكتب بتاعه وبيقول له هنقابل الناس عشان نقول لهم يسلموا البضاعه في 3 ايام بس، وبعدها هيسافر بره البلد. بعد كده سراج مهمه بيدي لحزلقوم سلسله فيها GPS عشان يقدروا يوصلوا له. وبعد كده سراج بيقول لجيرمين انها خلاص كده خلصت المهمه بتاعتها، وبتزعل هي وحزلقوم عشان ممكن ما يشوفوش بعض تاني. وفي جانب تاني بنروح لفندق عزام في الغردقه وبنشوف عزام وحزلقوم قاعدين مع بعض، وبعدها بيخشوا عليهم العصابه اللاتينيه عشان يخلصوا الصفقه. وبعدها ام حزلقوم بترن عليه فبيروح يكلمها،
ولكن بتحصل المفاجأة وغباء حزلقوم، وعشان هو ما بيركزش فبيبقى فيه ميكروفون وبيسمع عزام كل حاجة حرفيا، وبيمسكوا عزام وبيقولوا انك هتكمل الدين معايا، بس بيرفض فبيهددوا بامه وجيرمين. وبعد كده بنروح لمكان التسليم وبيبقى خلاص عزام بيستلم البضاعة، ولكن بعدها حزلقوم بيفتكر كلام ام ليه وجيرمين وغسان مطر، وبيبوظ الديل وبيثبت عزام بالمسدس وبيخليه يوديه لامه وجيرمين. ولكن بيجي الراجل بتاع عيلة اشياء عليا الطلاق ما قادر يا جدعان، وبسببه عزام بياخد السلاح وبيثبتهم، وبتيجي الحكومة وبيهرب عزام وبياخد جيرمين معاه، وبيروح سراج وادهم وراهم. ونيجي بقى للمشهد التاني الايقوني او التالت او الرابع، لما المسدس بيقع بيروح ادهم قايل له معاك واحد غيره. عارفين انا مت هنا من الضحك. واخيرا سراج بيمسك عزام وحزلقوم بينقذ جيرمين، وحزلقوم بيبقى بطل وتقريبا بيتجوز جيرمين، وبس كده الفيلم بيخلص. نيجي بقى عشان نجاوب على اسئله الحلقه، عشان عندي كلام كتير عايز اقوله على الفيلم ده. اولا، ازاي الفيلم ده غير شكل الكوميديا في مصر؟ انت بتسأل بجد يعني؟ انت لسه ما عرفتش الاجابه؟ عموما انا هجاوب. اول حاجه عشان الفيلم كان بيتريق على الافلام والحاجات اللي خلاص اتعملت مليون مره في كذا فيلم، وحرفيا الفيلم كان بيلعب على الكوميديا والتريقه بالموسيقى والمونتاج والاهم بالتمثيل. زي كمان ان الفيلم كوميدي فعلا، يعني ايه؟ يعني بمعنى اصح انت مش هتعدي 5 دقايق من غير ما تضحك. وكمان الفيلم فيه كميه رياكشنات وميمز طلعت زي ده. انت بتعرف تسوق؟ والله يعني مش متأكد. انت عبيط يا ابني. وده. اي خدمة يا رجالة. بوليس. وده ومش هنخلص. فبجد الفيلم كله ميمز ايقونيه بجد. والفيلم عدى ساعه منه او نص عموما، ولا كان فيه مهمه ولا اي حاجه، بس انت ما زهقتش لان حرفيا كل 5 دقايق هتموت من الضحك. وده المميز في الفيلم اصلا. وكمان الكيمياء بين مكي وماجد الكدواني حرفيا جامده قوي، وما ينفعش تعدي مشاهد بينهم غير لما تضحك. وده انا اصلا شايفه سبب كبير جدا في نجاح الفيلم. طب ايه اللي خلاه اصلا يغير شكل الكوميديا؟ من اهم الاسباب اللي خلت فيلم لا تراجع ولا استسلام يغير شكل الكوميديا في مصر، انه كسر القاعده اللي كانت موجوده وقتها. زمان اغلب الافلام الكوميديه كانت معتمده على الافيهات وخلاص، لكن الفيلم ده قدم حاجه مختلفه، اخد فكره فيلم اكشن كامله واتعامل معاها بجد جدا من ناحيه التصوير والمونتاج والموسيقى والمطاردات. وبعد كده حط الكوميديا جوه الاحداث نفسها، وده خلى الضحك يطلع طبيعي من المواقف مش مجرد افيهات اتقالت. وكمان احمد مكي كان بيقدم شخصيه مختلفه واعتمد على طريقه الاداء وتعبيرات وشه وردود افعاله، وده خلى الشخصيه تعيش مع الجمهور. والاهم من كل ده ان الفيلم اثبت ان الكوميديا مش لازم تكون رخيصه، لكن ممكن تكون فيلم متكامل انتاجيا واخراجيا وفي نفس الوقت يضحك الناس. وعشان كده ناس كتير بتعتبر لا تراجع ولا استسلام واحد من اهم الافلام اللي اثرت في شكل الكوميديا في مصر، وده غير انه افضل فيلم كوميدي لحد دلوقتي ولسه محافظ على ده. والفيلم ده كمان انا شفته كذا مره، وكل مره بشوفه بحس ان اول مره اتفرج عليه، لانك من الافيهات والمواقف تحس ان الفيلم نازل اول امبارح مش من 15 سنه. بس السؤال الاهم، ايه اللي خلى لا تراجع ولا استسلام ينجح النجاح الضخم ده؟ الاجابه ان الفيلم جمع بين حاجات نادرا جدا لما كانت تجتمع في فيلم واحد وقتها. اول حاجه، احمد مكي كان وقتها في قمه نجوميته بعد نجاح ترند، فالجمهور كان مستني اي عمل جديد ليه. تاني حاجه، فكره الفيلم كانت مختلفه، بدل ما يعمل كوميديا تقليديه قرر يسخر من افلام الاكشن الامريكيه والمصريه وقدمها بطريقه ذكيه جدا خلت الناس تضحك وفي نفس الوقت تستمتع بالاحداث. تالت حاجه بقى، الفيلم كان سريع جدا، مفيش ملل، كل شويه مواقف جديده او مطارده او افيه، فالمشاهد كان مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه. ورابع حاجه بقى، الشخصيه كانت مميزه وكل شخصيه ليها طريقتها الخاصه، وده خلى الجمهور يفتكرها حتى بعد سنين. وعشان كده الفيلم ما كسبش وقت عرضه بس، لا، الفيلم فضل يتشاف ويتعرض في التلفزيون وعلى الانترنت لسنين ولسه لحد النهارده. وكمان لحد النهارده ناس كتير بتعتبره واحد من افضل افلام احمد مكي، واحد من افضل الافلام الكوميديه في جيله. وانا اصلا واحد من ضمن الناس دي، شايفه من افضل الافلام الكوميديه والناجحه لحد النهارده مش وقتها بس. والفيلم كمان خلى شخصيه حزلقوم شخصيه كامله بجد، وبعد الفيلم الشخصيه بقت ايقونيه واي حد يسمع اسم حزلقوم يعرفه فورا، وده ساعد احمد مكي يبني واحده من اشهر الشخصيات الكوميديه في مصر اصلا. وعشان كده مكي جابها في الكبير قوي. وفي رايي لا تراجع ولا استسلام مش مجرد فيلم كوميدي، ده فيلم غير طريقه صناعه الكوميديا في مصر، واثبت انك تقدر تضحك الناس وفي نفس الوقت تقدم فيلم متعوب عليه في كل تفصيله حرفيا. وبس كده. وفي الاخر بس حابب اقول لك معلومه او نصيحه دينيه عشان محتواها يبقى مفيد لو حتى 1%، وهي ان ما تنسوش ذكر الله، حتى لو انت ماشي في الشارع او راكب مواصله او مستني حد، استغل الوقت ده وقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ودي كلمات سهله جدا انك تقولها بسرعه، لكن اجرها كبير جدا عند ربنا. النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبدل ما تضيع وقتك على الفاضي خلي لسانك دايما عامل بذكر الله، ويمكن ذكر واحد تقوله النهارده يكون سبب في زيادة حسناتك يوم القيامة. وربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. وبس كده، أتمنى انكم استفدتوا زي ما أنا استفدت. وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي سؤال بقى مهم جدا أنا عايز أسأله: أين أشيائي؟